ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. حبيت النهاردة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين واعمل فيديو مبهج كده بقدوم شهر رمضان. لازم يا جماعة دايما نستقبل شهر الكريم ده بالحب وبالبهجة، وتهيئ نفسنا والبيت والاجواء كلها تبقى كلها بهجة زي ما وصانا سيدنا محمد. دي بعض منتجات وبعض حاجات رمضان المبهجة. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم. كلها اسعار حلوة جدا ومنتجات حلوة جدا في متناول الايد، رغم ان الدنيا كلها غلا حوالينا، لكن حبيت اجيب لكم شوية افكار وشوية زينة رمضان تقدروا تزينوا بيها بيوتكم. يا رب يخش عليكم رمضان وانتوا في احسن صحة، ولو حد عنده هم ربنا يا رب يفك همه ويزيح همه ويدخل عليه رمضان بالبهجة والسرور كالعادة. انا بحب شهر رمضان جدا يا جماعة. انا بحس ان هو العيد بتاعي، عندي 30 يوم عيد في شهر رمضان. العيد الصغير بيجي بعد رمضان، بنفرح بيه عشان زي ما وصانا الرسول عليه الصلاة والسلام. بس انا بحب رمضان قوي، ببقى مستنية شهر رمضان ده. بالنسبة لي العيد بتاعي، كل يوم في أفكار جديدة في البيت، في أفكار جديدة في الأكل، في تزيين البيت، في العبادة، في التراويح، في السحور. كل ده بيبقى بحب وبسعادة. والشهر الوحيد اللي ببقى منتظراه من السنة للسنة، أكيد مش أنا بس، أكيد كلنا. دايما يا جماعة عودوا نفسكم إن انتوا تستقبلوا الشهر ده وانتوا بحب. كل حاجة بتطلع من القلب بتخش القلب. يعني انا مثلا لما باجي افطر، يعني احضر الفطار لولادي ولجوزي، بعمله بحب وبعمله كأن في ضيف جايلي. ودايما دايما ست البيت اللي بتقف تتعب نفسها قبل الفطار، احتسبي كل تعبك وكل تجهيزك للفطار اجر صائمين. انتي بتاخدي حسنات اولا على اجرك وانتي واقفة في مطبخك بتحضري بتعبك، وتاني حاجة اجر الصائمين ان انتي بتفطري بيتك وولادك. ودايما كده انا بعمل طبق كده للمساعد بتاعنا اللي في العمارة، بفطره معانا يعني كل يوم او على قد ما اقدر يعني. سواء بقى حاجة حلوة، سواء كان فطار، الكلام ده كله لازم يا جماعة. ده شهر عبادة وشهر كرم. والله 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 ده الشهر الوحيد اللي مش بشيل همه، ولا في اكل ولا في شرب. بيجي بخيره، بيجي ببركته، بيجي كده برزقه زي ما بيقولوا. ما تشيلوش هم الايام. دايما طالما ربنا موجود سبحانه وتعالى تأكدوا ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ما بينساش عباده. اوعوا تقولوا الدنيا غلا وهنفطر ازاي وهناكل ازاي. عايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه دايما بقولها لاولادي: الصيام مش معمول عشان نيجي نفطر محمر والمشمر والمقمر والصواني لا لا خالص. رمضان معمول لتهذيب النفس وتعويد النفس على الطعام. مش يعني اي اكل طالما نعمة وفضل من ربنا. لو طبق فول هفطر بيه، نعمة من ربنا. لو طبق فيه شوية شوربة كده وشوية خضار، الفضل ونعمة. لو حتة جبنة وشوية مثلا جرجير جنبها ولقمة عيش، فضل ونعمة. ربنا عمل شهر رمضان مش عشان الأكل. دي العبادة اللي احنا فاهمينها غلط. القصد من الصيام وشهر رمضان ان احنا دايما نعود نفسنا على تهذيبها، ونحس باخواتنا الفقراء، ونحس ان الدنيا مش كلها اكل. احنا بنقتل شهوة الاكل عندنا، بنقتل اي شهوة عندنا في شهر رمضان. زي ما ربنا قال لنا عليها، بنطوع نفسنا للخير. بنعود نفسنا ان دايما ان مش الحياة مش اكل بس، لا انا ممكن افطر على اي حاجة. عايزة اقول لكم على عادتي في رمضان يا حبايبي. انا لما باجي افطر واحضر فطار لولادي انا بسيبهم يفطروا، بروح اصلي المغرب. بعد كده بكسر الصيام بتاعي، ممكن اشرب كوباية عصير او وطبق شوربة. وما بفطرش خالص فطار كويس، يعني ما بفطرش فطار اللي هو القوي قوي ان انا اقعد بقى اكل والكلام ده، لا خالص. انا اصلا من الناس اللي لما بتقوم من النوم اساسا ممكن اقعد ساعتين لحد ما افطر. فكذلك برضو في رمضان لما باجي افطر، بفطر حاجة خفيفة كده عشان المعدة ما هاجمهاش مرة واحدة. طبق شوربة دافي ينزل على المعدة كده، يحسن لي المعدة بصورة طبيعية. وبعد كده ببتدي اخد علاجي، وبعدها بشوية اقوم اوضب المواعين بتاعة الفطار، وبعدها بشوية استنى صلاة التراويح وابتدي اصلي تراويح بتاعتي، وبعد كده ابتدي اكل. ومش باكل كويس برضو خلي بالكم، لا انا باكل اكل
يعني طبيعي في المعدل الطبيعي، زي ما سيدنا قال ثلث لطعامك ولشرابك ولنفسك. فدايما كده اتعودوا، اعملوا كل حاجة بحب في شهر رمضان، انتظروا كل حاجة بحب في شهر رمضان. عايزة اقول لكم ان ولادي من دلوقتي عاملين لي يلا يا ماما عشان نعلق زينة رمضان. انا معودة ولادي وبيتي كده، ان شهر رمضان شهر بيجي بهجته، بحبه، بالخير، بالعطاء، وكل الحب اللي جوايا في شهر رمضان ده بوصله لولادي. فهم دايما بيبقوا منتظرين الايام دي. فيا رب تنعاد عليكم وعلينا الايام بخير، ويا رب كده يكرمكم، والسنة الجاية أنا واللي سامعيني كلهم واللي هيأمنوا ورايا نكون في العمرة بإذن الله، أقضي شهر رمضان كله عمرة بإذن الله السنة الجاية. يا رب يكتبها لكم ويكتبها لي. أنا اديتكم شوية أفكار لزينة رمضان وألعاب رمضان، وفرحوا ولادكم وانزلوا هاتوا على قد ما تقدروا. الأسعار دي رخيصة جدا يا جماعة. لو انتم من القاهرة انزلوا درب البراب، لو انزلوا شارع المعز الحاجات رخيصة جدا والعتبة. لو انتوا قاعدين في اسكندرية انزلوا المنشية وانزلوا الحتت الشعبية الجميلة دي، هتلاقوا فيها الأسعار في متناول الإيد. لو معاكي 100 جنيه هتفرحي بيتك وولادك، لو معاكي 50 جنيه هتفرحي بيتك وولادك. افرحوا وانبسطوا. دايما كده فرحوا بيتكم وفرحوا أزواجكم وفرحوا نفسيكم بهدايا، حاجة حلوة، حاجة بسيطة، حاجة هتعمليها. ما تكلفوش نفسكم يا جماعة فوق طاقتها. الدنيا جاية علينا بزيادة، لازم نبسطها على نفسينا، نمشي حالنا باللي موجود، نحمد ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى ادانا نعمة الصحة، وادانا نعمة العافية، وادانا نعمة الخير. بتمنى لكم كل خير، بتمنى ايامكم كلها تبقى جميلة. بتمنى يا رب تنعاد عليكم اليوم وانتوا في احسن حال. ربنا يسعدكم دايما ويكرمكم وبقرب حبايبكم ويراضي قلوبكم، ويجعل الايام اللي جايه كلها خير وبركه عليكم. والله يا جماعه انا بدعيلكم من قلبي، والكلام ده خارج من قلبي، واللي بيخرج من القلب بيوصل للقلب. يا رب تكون افكار الزينه بتاعت رمضان دي عجبتكم. حاجات بسيطة جدا والله. يعني في حاجات ب15 جنيه، وفي حاجات ب10، وفي حاجات ب5، وفي حاجات ب20. أغلى حاجة تقريبا 35 اللي هي فروع النور. هتقولي لي فين الأماكن دي؟ أماكن موجودة في اسكندرية والله، هنا في العجمي وفي المنشية وفي كل حتة صدقوني. مش لازم تجيبوا حاجات اونلاين، يعني انزلوا كده تمشوا، اعملوا يوم كده حلو وتقولوا لأولادكم يلا ننزل نجيب حاجة رمضان. هيفرحوا جدا وهينبسطوا جدا جدا. فرحوا نفسيكم. بصوا يعني مثلا معانا صينية بكار دي ب10 جنيه، العليقة دي أو الدلية دي اسمها دلية رمضان عاملة تقريبا 15 جنيه، الطبلة دي عاملة 25 جنيه. حاجات بسيطة وأفكار بسيطة. الطبلة دي عشان جديدة دي يعني ممكن تكون عاملة حوالي 30 جنيه. الحاجات رخيصة والله مش غالية قوي. مثلا عندنا أشكال دي اسمها أشكال رمضان، الشكل ده عامل 15 جنيه. الحاجات دي برضو فروع زينة عاملة 10 جنيه، 5 متر تقريبا. الدلاية بتاعت رمضان دي عبارة عن يعني شكل كده المتل، عاملة 25 جنيه. الطبلة دي عاملة 15 جنيه. حاجات بسيطة قوي. يعني انت لو جبتي طبلة لابنك، طبلة لابن اختك، طبلة لابن جارتك وفرحتي بيه وعملتيها صدقة هتفرحي جدا، والبيبي او الولد هيفرح قوي. فرحوا نفسيكم، هونوا على نفسيكم الايام الصعبة اللي احنا فيها. دايما ندعوا ربنا دايما يسترها معاكم ويكفيكم شر المستخبي. الايام دي حلوه قوي. كان سيدنا محمد بيكسر فيها الصيام، وكان بيكسر فيها الدعاء. يعني مش عشان خاطر نص شعبان عدى خلاص الصيام خلص، لا. كان سيدنا محمد بيكسر الصيام في شهر شعبان الا من رحم ربي. لكن انت لو مش قادره خلاص، بس هيئي نفسك وبيتك للعباده. علمي ولادك يعني ايه رمضان، لازم تعوديهم على قراءه القران. لو ما بيصومش، لما بيصوم مثلا عوديه السنه دي ان شاء الله هتصوم لحد العصر، هتصوم بعد كده لحد كل مدى وزودي له المده. ودايما انا بعمل مكافاه لاولادي لما بيصوموا كده، بعمل لهم هدايا بفرحهم بيها. ربنا يفرح قلوبكم ويصلح حالكم. بحبكم جدا. ما تنسوش دعوة حلوة منكم ليا تحت في الكومنت، واشتراك لو انتوا اول مرة تشوفوا قناتي، ولايك حلو منكم. ويا ريت تشيروا الفيديو بنية الصدقة، واللايك اعتبريه برضو صدقة. بحبكم جدا. بتمنى لكم خير الدنيا كله. ربنا يسعدكم. وادعولي كده ربنا يكرمني في قناتي، واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله في رمضان. كل سنة وانتم طيبين.